السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسوي معاكم اليوم اندومي بطريقة مرة سهلة ولذيذة، أنصحكم تجربونها. أول شي هنا عندي بطاوة حطيت زيت زيتون، بعد ما يسخن زيت زيتون أنزل شرايح البصل والثوم، وكمان نزلت الفلفل الرومي مقطع. طبعا كل المقادير راح اكتبها في صندوق الوصف. طبعا أشوحها مع بعض، وبعد ما تشوح أنزل عليها الدجاج. طبعا قطعت صدرين دجاج وأقلبها مع بعض، أبيها تاخذ تشويحة هذه الحلوة. وبعدها أنزل عليها كاري بديل ماجي، وكمان عندي هنا فلفل أسود، وحطيت هنا ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، وأقلبها مع بعض أبيها حتى تتشوح وتاخذ النكهة. تقريبا دقيقتين، وأحط الموية تقريبا كذا نص كاسة، وأخليها تستوي على نار هادية، لا تخلونها على نار مرتفعة حتى ما يقسى الدجاج. وكمان يعني على نار هادية تقريبا 10 دقايق حتى تنجح. وبعد تقريبا 10 دقايق استوى الدجاج، أنزل عليه الأندومي. سلقته تقريبا ربع ساعة حتى بس يعني نجح، وأنزله على الدجاج. طبعا حطيت كمان هنا بهارات الأندومي مثل ما شايفين، وكمان البهارات الحارة، وأقلب الأندومي مع بعض. أبيه كذا ياخذ طعم الكشنة. أصلا الدجاج مخلص، وكمان الأندومي ناجح، فبس يبغى له تقليبتين حتى ياخذ النكهة مع بعض وبس. وكذا يكون الأندومي ناجح، وتكون كذا الوصفة جاهزة. بس شوفوا كيف المنظر يتكلم، ما شاء الله تبارك الله، مرة سهل ولذيذ، وبالعافية علينا وعليكم.